السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ حلقة جديدة من مطبخنا على طريقتي انا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا ابو زعزع قوم صلي، ده انت من ريح المتولي. خلي مراتك زعزوعة تلحق تطبخ وتقلي، لسه الشهر 2 منه والجيب عمران عالسنة، ويا محلى يوم الجمعة الغدوة رز بالدمعة واللحمة كمونية والفتة بالتقلية. يا ابو زعزع قوم صلي. ابو زعزع راح صلى ورجع من الجوع يتقلى، لقى بوابير مطفية والحلة كمان مكفية. زعزوع يا زعزوع مالك كده مرزوع؟ قالت له عندي زغطة واللحمة كلتها القطة. الراجل بقى يتكفى، حط القطة في كفة، القطة طلعت كيلو واللحمة كانت كيلو. يا بروتة يا ام زغطة، هو مفيش عندك رحمة؟ ادي اللحمة فين القطة، وادي القطة فين اللحمة؟ حبايب قلبي عاملين ايه؟ عايزه اقول لكم ان انتوا بتوحشوني جدا. اليوم اللي مش بصور فيه ببقى متضايقه جدا، بس بيبقى عندي ظروف. النهارده ان شاء الله هعمل رز معمر باللحمه. انا عملته بس عملته ساده، وهعمل لكم برام باميه حلوه قوي. ان شاء الله تعجبكم الطريقه، ويلا بينا. دي الحله على النار اهو، ما عملتي زي زعزوعه خالص. الحله حطيتها على النار اهو، وهشوح اللحمه الاول. كده هنزل برشة من الملح كده، ورشة من الفلفل، والسبع بهارات ربع المعلقة كده، واربع فصوص من الحبهان بالعدد كده. هقلبها كده اهو. زي ما انتم شايفين كده خلاص اللحمه اتحمرت. هنزل بقى بالميه، هخليها لحد ما تستوى سوا كامل. هغطي بس عليها. بسم الله. خلاص هنبص على اللحمه كده، اللحمه استوت، هطفي عليها. يلا بينا نعمل الرز. وزي ما انتم شايفين معايا نص كيلو من الرز مغسول ومتصفي اهو كده، ومعايا معلقتين من السمنه، وادي معلقتين من السمنه البلدي. الرز المبسوس لازم يتعمل بسمنه بلدي عشان هي بصراحه بتديله طعم حلو قوي. وبعدين معانا معلقتين كبار من الكريمه. الكريمه دي طبعا انا منزله لكم في حلقه طلعتها من اللبن وانا بعمل الجبنه، حلوه قوي. وزي ما انتم شايفين كده انا قلبت السمنه بالكريمه او قشطه لو عندك كده، قلبتها كويس جدا اهو. هبدأ بقى احط اللحمه. بسم الله كده اهو كده. طريقته سهله وبسيطه جدا، وحاجه جميله وطعمها حلو قوي. عندي بقى اللبن المغلي اهو، لازم يكون لبن مغلي كده. هحط الملح،
هحط كده الملح، وهحط شويه فلفل اسمر كده، هقلبه، وبعدين هنزل في البرام، وهحط نص العيار ميه كده كده اهو، نص العيار ميه. هقلب كده، هدخله الفرن على درجة حرارة 200 يستوي عقبال ما اعمل البامية. دي الحلة اللي فيها بقية الشوربة بتاعت اللحمة، هنزل بالبامية. طبعا البامية دي انا مفرزاها عندي، وهنزل بالصلصة الجاهزة اللي انا بردك مفرزاها بالبصلة كده كده اهو. هخليها تغلي شوية غلوة على النار. هنزل بالثوم، راس ثوم كده انا فرماها بشوية ملح وشوية كمون اهو كده، وعندي معلقة من الفلفل الاحمر. تغلي يا دوبك غلوتين، وبعدين هفضيها في البرام وهدخلها الفرن مع الرز، وتاكلي احلى برام باميه. كده خلاص الباميه غلت غلوتين كده، هطفي عليها. هفضي بقى الباميه في البرام، بسم الله كده. عايزه اقول لكم الريحه فظيعه، لسه ما استوتش بس الريحه ايه جنان. هدخلها بقى الفرن، هحطها على الصاجة اللي تحت خالص، لان الرز فوق ويستووا مع بعض. حبايبي عايزه اقول لكم حاجه قبل ما اطلع البرامات من الفرن واختم الحلقه. عايزه اقول لكم ان انا لما بتكلم في موضوع او بنزل بوست او بنزل كلام، طالما ما قلتش ان الكلام ده عشاني او عليا، فمش عايزه حد يفهم الموضوع غلط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا بتكلم بلسان اي واحده، بتكلم بظروف اي واحده اتحكى قدامي، بتكلم مواضيع احنا عايشينها يعني في الدنيا وفي الحياه، وهي الدنيا ماشيه حبه كده وحبه كده، ولازم الواحد يحمد ربنا على اللي هو فيه، ان احنا في نعمه كبيره جدا جدا. ومش عايزه حد يفهمني غلط، انا بس كنت مبسوطه جدا من الدعاوي اللي كانت الناس بيدعوا لي. فعلا انا محتاجه الدعاوي دي اكتر حاجه كانت بسطاني. في حاجه تانية ان انا لما بتسأل سؤال برد عليه، لكن لما يعني مش بتفاعل مع اي تعليق، لان انا من يوم ما فتحت القناه لحد دلوقتي كميه الفيديوهات بتاعتي كلها بتجيلي عليها تعليقات. لو هقعد ارد على التعليقات كلها اللي الناس يشكروا بيعلقوا لي، طبعا فوق راسي، فهاخد وقت كبير جدا. فانا يعني اكتر حاجه عندي ان انا بسيب لهم قلب، ودي حاجه جميله. لكن لما حد بيسالني سؤال بجاوب عليه، فهي مش قله ذوق مني ولا حاجه. فانا حبيت بردك اقول لكم، عشان لا هي قله ذوق ولا هي قله تقدير، بالعكس كلكم فوق راسي من فوق، وانا ببقى مبسوطه جدا بالتعليقات وبالدعاوي اللي بقراها. الناس كتير بتدعي لي، وعايزه اقول لكم فعلا انا محتاجه الدعاوي ديت. ويلا بينا نطلع البرامات من الفرن ونحط الاكل. ويا سلام على البرامات، ما شاء الله جميله جدا، مش قادره اقول لكم بقى ايه الجمال. هبدا بقى هحط الباميه، الريحه فظيعه جميله جدا.
كده. ادي الباميه اهي. عايزه اقول لكم المخلل ده انا اللي مخللاه. ان شاء الله هعمل لكم حلقه على المخللات تاني لرمضان، حاجات كده هتفتح النفس وحاجات حاجات جميله. وادي برام الرز باللحمه، حاجه كده واو يعني، عايزه اقول لكم رهيب فظيع، حاجه كده مش قادره اوصف لكم قد ايه جميله وقد ايه الرز طعمه حلو قوي بصراحه. اكل يفتح النفس بجد بجد، تسلم ايدي والله العظيم. كده اهو. وادي السفرة بتاعتنا، ادي الغدوة النهاردة جميلة جدا وطعمة وحاجة كده بصراحة تفتح النفس. واديني هو ما عملتي زي زعزوعة خالص. يا رب تكون النهاردة الغدا عجبكم، واتمنى تجربوا طريقة الرز المبسوس ده او الرز المعمر. في ناس بتقول رز مبسوس وناس بتقول رز معمر. احنا على فكرة طول عمرنا عارفين ان هو رز مبسوس، فسمعنا بقى مجددا ان هو رز معمر. ان شاء الله تجربوا طريقة الرز وتعجبكم، ويا رب تكون الحلقة النهاردة خفيفة عليكم، واستنوني ان شاء الله في حلقات تانية كتير. ما تنسوش ترفعوا الفيديو باللايكات بتاعتكم، وما تنسوش بالله عليكم الدعوات الجميلة اللي بقرأها دي. ناس كتير بتدعي لي جدا، فانا بصراحة ببقى مبسوطة جدا جدا. يا رب ما تحرم منكم ولا من ذوقكم ولا من حبكم ليا وبس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.